اول حاجه كده بس تعظيم سلام لمحمد الشناوي، محمد باشا الشناوي بيه. ايه الحلاوه دي يا كابتن؟ الطعامه دي يا كابتن؟ ايه الجمال ده يا كابتن؟ الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ يا باشا ده كوكب الارض كده والكوكب المريخ وكل الكواكب المجاوره النهارده لو اتشطت عليك مش هتخش. انت ايه الحلاوه دي؟ فين الناس اللي كانت بتنتقد محمد الشناوي هنا على الابلكيشن؟ ايه ده حصل؟ بيدور عليا، بيدور عليا. انتوا مستخبيين ليه دلوقتي؟ اها نمبر 1 اهو، افضل حارس في افريقيا اهو. شلونك؟ شلون صحتك؟ كل عام كل سنة مساء الخير. اللي هيجيب البطوله في شوال ده، اللي هيجيب البطوله في شوال ده جماهير النادي الاهلي. انتوا فاكرين محمد الشناوي كان الماتشات اللي فاتت ديت بيضيع عليه ولا بيصدش ليه؟ كان محوشه لنا، هو كان شايف مصلحتنا اكتر مننا، محوشه لنا علشان بطوله افريقيا. ده اللي هيجيب لنا البطوله. ايه الاداء العظمه ده يا نجم؟ ايه الحلاوه والطعامه دي يا نجم؟ ايه الروح الجامده دي يا رجاله؟ ايه انتوا ما بنعرفش نخطط وكل اللي انت عايز تقوله وتقوله، وابراهيم يطلع يقول لك ما عندناش واحنا ما عندناش، بس برضه هنكسب عشان نعرفوا ان انتوا قاره عره. اثبت ايدك تحت، ايدك تحت، ايدك ولا نزل ايدك، نزل ايدك، نزل ايدك، ايدك تحت، ايدك تحت، ايدك تحت، ايدك تحت. احنا واحنا ميتين هنكسب ان شاء الله البطوله بتاعتنا، ومش هتخرج من عندنا، وهنرجع بيها من قلب المغرب ان شاء الله. بس ايه الجمدان ده؟ تنظيم دفاعي وتقفيل المجال كله وشايفنا نبدله. ولعب على التحولات وايه. ومحمد صلاح النهارده يا كينج، بالراحه يا كينج، لسه عايزينك قدام. ده انت ايه الحلاوه دي؟ ينزل يستلم ويطلع سرعات للرجاله وايه وشغل شغل. هو ده منتخب مصر، هي دي الكوره يا جدعان. بص ما تلعبوش، دافعوا. مش كابتن حسام كان بيقول لك كيروش بيدافع وبتاع؟ دافع يا كابتن حسام زي كيروش وهات لنا البطوله. عليا النعمه انت لو جبت البطوله دي اقرع. لا بص، ما حدش هيعرف يقف قدامك خلاص. انت هتروح كاس العالم وهتضربنا في كاس العالم وهتبقى قائد المشروع بعد كاس العالم والدنيا هتعدي. هتلعب معاك يا حوس. ركز بقى وحياة ابوك كده ونضف وظبط الاداء وانزل. الماتش الجاي ان شاء الله قصاد انجولا، النهارده اتعادلت كده وزيمبابوي، فالماتش الجاي كده احنا ان شاء الله اول مجموعه بنسبه كبيره، يعني هنلعب واحد من التوالت. يعني احنا في دور الثمانيه يا كابتن حسام، احنا دلوقتي في دور الثمانيه ان شاء الله. البطوله دي بتاعتنا يا جدعان، عايزين نفرح يا جدعان. والله العظيم الكره المصريه دي تعبتنا، احنا تعبنا. انت عارف احنا مشكلتنا احنا جيل زد ايه؟ ان احنا ما شفناش اي نجاحات للكره المصريه. يعني احنا مثلا جيل زد يعتبر كله، حتى اللي لحق مننا لحق 2010 وكان صغير خالص. فاحنا عايزين بقى، عايزين دي تشدنا بقى. ما عادش عندنا اصلا، ما بنحسش ناحيه المنتخب ده بحاجه. عايزين حاجه تشدنا. البطوله دي والله كلنا مشدودين يا كابتن حسام، يا كابتن حسام عايزين البطوله يا كابتن حسام. انا فرحان ومبسوط طبعا بعد الاداء والنتيجه والروح. هي الروح دي اللي بتجيب البطولات. اللاعب المصري طول عمره بيلعب بروح. اللي كان مضايقنا الفترات اللي فاتت دي مفيش روح، ان الروح كانت انعدمت، بس رجعت الماتش ده. وطبعا تحيه خاصه، تحيه خاصه للكابتن محمد الشناوي وياسر بيه ابراهيم باشا ورامي ربيعه. محمد حمدي ومحمد هاني لا، دول هم العهدين الوحيدين. يلا 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 يا يلا يا يلا يا يلا يا من هنا يلا يلا مسمع علينا. ونخش بقى نص الملعب، مروان عطيه ايه كساحه الغم، باشا البلد. حلاوتك يا ابراهيم، حلاوتك يا نجم، حلاوتك. خش بقى وزيزو باشا وتريزيجيه بيه ومرموش قبل ما يطلع وصلاح والرجاله اللي نزلت كلها، محمد شحاته ومهند لاشين وامام عاشور. امام عاشور ده لعيب، بس يجيب فورمته كده وهتتفرجوا عليه في البطوله. امام عاشور ده احسن لعيب بيلعب في الدوري المصري. الفرقه كلها النهارده كانت حلوه، وكابتن حسام كان حلو، والرجاله كلها النهارده زي الفل. وايه الله عليك يا بلد، الله عليك يا بلد، الله عليك يا بلد، الله عليك، الله عليك يا بلد. الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ بس محمد الشناوي النهارده ياخد 10 من 10، ياسر 10، رامي 10، محمد حمدي ومحمد هاني اوت بره التقييم دول، عشان لو قلنا مش عايزين نفسد فرحتنا. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتشربونا ايه يا جدعان؟ مروان عطيه 10، امام عاشور لما نزل 10،
تريزيجيه وزيزو تمانيات، الاثنين ياخدوا تمانيات. قدام مرموش ياخد 8 قبل ما يطلع، صلاح ياخد 20 من 10، والرجاله اللي نزلت كلها زي الفل. ايه هو ده، احنا حلوين. حلوين الله، حلوين 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 حلوين. محمد الشناوي هو اللي كسبنا الماتش صحيح، بس احنا عايزين كده. ماتش كبير اهوت، وكسبنا جنوب افريقيا من 1998 ما كسبناهاش، تعبونا بس الحمد لله فكينا العقده، الدنيا زي الفل. يلا كابتن حسام بقى مبروك واستمر، واحنا في ظهرك، وان شاء الله ناخد البطوله.